السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير في احسن صحة وفي احسن حال. يلا بينا النهاردة هنعمل مسقعة اليوناني او اسمها مسقعة اليوناني. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معايا هنا واحدتين من البتنجان قشرتهم نص التقشيرة وعليهم شوية من الملح عشان ينزل ميته. بعد كده معايا كوسة شرايح، معايا بطاطس، لحمة مفرومة وبصل. اول حاجه جبت هنا البطاطس، حطيت زيت، سبته يسخن كويس جدا. وبعد كده هنزل بشرايح البطاطس التقطيع اللي تعجبك. يعني انتوا حابين تقطعوها كده شرايح، حابين تقطعوها يعني تكون صوابع بس تكون عريضه شويه عشان تعرفوا ترشوها في الصينيه. خلاص بدات هنا احمر البطاطس بتاعتي. بصوا، لحد ما تاخد ايه اللون الذهبي بتاعنا الجميل. طبعا حسب الكميه، انا هنا عامله صينيه صغيره عشان انا وجوزي بس، فانتوا حسب عدد افراد الاسره يعني كتروا في الخضار. حابه تحطي فلفل تمام، حابه تحطي جزر مفيش مشكله. بس يعني انا ده الخضار اللي كان موجود عندي، وانا بحبش اي اضافات، بحبها كده. بعد كده هنزل بالبتنجان وبرده هنقليه. خلي بالكوا لازم الخضار هنا يتصفى كويس جدا. انا هصفيه على مناديل، يستحسن يتعمل من بالليل التاني يوم، بس انا عشان الفيديو عملته في ساعتها سيبته ساعة كده ايه يتصفى على مناديل. انا حمرت هنا البتنجان خليته برضو يتحمر معايا، ياخد اللون الذهبي بتاعنا الجميل، وبعد كده نطلعه برضو على مناديل زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. بعد كده هقلي الكوسة اخر حاجة، علشان الكوسة بتنزل ميتها في الزيت فالزيت معانا بيغمق، فدايما خلوا الكوسة اخر حاجة. انا هنا ايه بحمر الكوسة مش بتاخد وقت، ونخلي بالنا علشان الكوسة بتعمل طرطشة جامدة علشان هي بتنزل ميتها. ربنا يحفظكم يا رب. فنخلي بالنا. انا بدأت احمرها واقلبها برضو كده على الجناب لغاية لما تاخد اللون الذهبي بتاعنا الجميل. وبعد كده برضو هطلع اصفيها على مناديل. خلاص كده كل الخطوات معانا واحدة واحدة وماشيين مع بعض. بعد كده هعمل معاكم اللحمة، وهقول لكم ايه اللي انا شلته من اللحمة وانتوا ممكن تحطوا ايه علشان تبقوا عارفين، بس عشان انا يعني في حاجات بعض الحاجات كده مش بحبها. بعد كده جبت هنا شوية من الزيت ونزلت بالبصل المفروم بتاعنا ياخد كده تشويحة على النار. حابة تحطي اللحمة الأول، حابة تحطي البصل الأول، مش فارقة. المهم ايه، ياخد كده تشويحة على النار لغاية لما يدبل معانا شوية. بعد كده هنزل باللحمة، اخلط كل الكلام ده كله كويس مع بعض. حابة تحطي فلفل ألوان اوكي، حابة تحطي معلقة صلصة مفيش مشكلة، فص توم مش مشكلة. بس عشان المسقعة فيها بشاميل فانا محبتش احط توم ولا احط صلصة، عشان الجو حر طبعا والواحد مبيبقاش قادر ياكل كتير بسبب الجو. فممكن تحطوا معلقة صلصة لو انتوا حابين يعني لون الصلصة. حطيت ملح، حطيت فلفل، بهارات من اللحمة حبة صغيرين عشان انا ما بحبش اللحمة طعمها يتغير. يعني يفضل اللحمة التوابل بتاعتها تكون قليلة شوية. بس كده هخلط كل الكلام ده كله مع بعض واسيبه على جنب. كده حضرنا الخضار، حضرنا اللحمة المفرومة. دلوقتي هنعمل البشاميل بتاعنا على البارد، عشان انا مش عايزة البشاميل يكون تقيل، هنعمله على البارد. تمام كده. بعد كده جبت حلة على النار، هنزل كوبايتين ونص من اللبن. احنا اتفقنا البشاميل النهاردة هيكون على البارد. هنزل عليهم معلقتين وربع من الدقيق، واخلط الكلام ده كله كويس جدا، هدوبه الاول مع بعض. وبعد كده هنشغل النار وهنعمله زي البشاميل، واقول لكم ايه التكايه يطلع معاكم كريمي. بدات اقلب ادوب الدقيق مع اللبن وهسيبه يغلي شويه، وبعد كده هنزل بيه بقطعه من الزبده. قلبت هنا خلاص، شغلت النار وهفضل ايدي فيه عشان ما يحصلش اي تكتلات فيه. نزلت بشويه من ملح وشويه من الفلفل الاسود. لو عندك جوز الطيب حطي، عندك جبنه حطي، اللي انتي حباه تحطيه. تمام. بس انا حسيت عشان المسقعه متبقاش تقيله، فهو كده اكتفيت بان هو كده بس. وهقلب لحد ما يتقل معايا، يبدأ يتقل. هنزل بقطعة من الزبدة، معلقة كده ايه هرامية كده من الزبدة. تمام. نزلت هنا بقطعة من الزبدة وهقلب لحد ما الزبدة تدوم معايا والبشاميل يجمد. بصوا اهو
كله على البارد. حابه تحطي جبنه حطي، بس انا بصراحه ما حبيتش علشان يعني الموضوع ما يكونش تقيل. بس هي دي الفكره. بصوا هنا بعد ما خلصت الخضار كله قليته وسبته يتصفى. جبت الصينيه بتاعتي وهنبدا نرص بقى ايه الصينيه بتاعتنا. جبت هنا حبه من البشاميل هفرده كده في الصينيه. حابه ترصي الخضار زي ما هو اوكي، بس دهني شويه من الزيت. بس انا محبتش اعمل كده، حبيت ان انا احط آه، حبه من البشاميل كده في الصينيه. بعد كده نزلت هنا بالبطاطس. بعد كده هحط رق لحمه مفرومه. بص نزلت بالبطاطس، بعد كده نزلت بالرق لحمه مفرومه. زي ما قلت لكم قبل كده. انا لو انتوا حابين اللحمه مفرومه بصلصه ما فيش مشكله خالص، بس انا بحبها كده. بعد كده نزلت بشرايح البتنجان هرصها كده. وبعد كده هنزل بطبقه لحمه مفرومه كمان. بعد ما رصيت البتنجان هنزل بطبقه لحمه مفرومه كمان فوق الصينيه. تمام. بعد كده هرص تاني الكوسه، ودي كانت اخر طبقه معانا. بعد كده هنزل بالبشاميل. طبعا البشاميل هنا بتاعي خفيف مش تقيل علشان تكون جوسي كده وحلوة. بس فردنا البشاميل وشغلت الفرن على درجة حرارة 200 وهسيبه البشاميل بتاعنا ياخد لون دهبي. ادي البشاميل بتاعنا بعد ما طلع الصينية بتاعتي. هنبدأ نقطعها بالشكل ده. يا رب تعجبكم، جربوها وقولي رأيكم ايه. هنبدأ نقطعها. هنا الصينية كانت سخنة عليا، بس بص الطبقات خطيرة تجنن بجد. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك. كانت معكم جولة وطبخة مع لولا.